والمحطات اللي بغينا اللي هي ولينا كنسميوها طريق الموت. لي دودان كل محطة يكون لي دودان كنشوفوا الوفيات يوميا، كيتعرضوا السائقين المهنيين والمواطنين اللي كيبغيو يركبوا الطاكسي كيتعرضوا للخطر من طرف السيارات والشاحنات، طريق ضيقة ما فيهاش شروط السلامة. كذلك الطلب الثاني هو الإنارة. إلا درتو واحد جولة ميدانية في هاد الطريق مع ديك 6 العشية ولا 7 ملي كيجي المغرب ما غتقدرش تزيد. طريق كارثية ما فيهاش الإنارة بتاتا، إنسان ما يبانش لك واخا يكون عنده الضوء ولا ما عندوش الضوء. على العموم هذا مطلب. ثانيا أو ثالثا أو رابعا، حيت عدة مطالب، عندنا الطريق اللي هي محفرة ديال مولاي تهامي. كاينه واحد الحفرة جيت لا فيزيت ديال التكنيك ديال مولاي تهامي كيتشكاو منها جميع المهنيين، هرسات ليهم طوموبيلات وتسبات في حوادث خطيرة والأطفال وقريبة للمؤسسة الابتدائية. وعندنا كذلك الطلعة ديال الشليحات، المؤدية الشليحات اللي هي كنتو نتوما حضرتوا معنا كصحافة إلكترونية وكان دزنا في التلفازة مع الرئيس السابق في 2020 في كوفيد 19 كنا دزنا معاه. كانت الطريق كارثية، فكان كيعطينا وعود تا هو كذلك نفس الرئيس الجديد من 2017 هو كيعطينا الوعود انها غادا تصايب وانها دازت في الميزانيه ودازت في الدوره وعندها الفلوس ديالها. وهذا الشيء جاء على لسان السيد رئيس المجلس الجماعي السابق امام التلفازه وشافوا المغاربه كاملين كيقول لك كاينه الفلوس ديالها. كنشكروا السيد العامل عماله اقليم النواصر ممثل صاحب الجلاله الملك محمد السادس باقليم النواصر اللي هو تدخل شخصيا ورق علينا هذيك الطريق اللي هي مؤديه لفضاءة السعاده، مؤديه للشليحات، مؤديه للبشويه، مؤديه للمخفر ديال الدرك الملكي ديال العزوز. كنشكروا ورق علينا بواسطه القدرون. فاذا بينا كنتفاجئوا انها باقا ما تصايباتش والميزانيه ديالها فين مشات في خبرين كان. هذه من جهه. بالنسبه لنا حنا كمهنيين هذا حق مشروع اخوان، حق مشروع كيحتجوا باغيين غير المطالب ديالهم اللي هي مشروعه، باغيين محطات جدد ديال سيارات الاجره، كيشوفوا الباصواي انه غيشتغل على المقارب، والمحطه اللي هي مطلب ديال المهنيين. وباش ناكد لكم وركزوا على هذه النقطه هذه ان المحطات ب5 جداد دازوا في اللجنه ديال السير والجولان اللي الرئيس ديالها رئيس المجلس الجماعي ديال ولاد عزوز، ودازت كان فيها الدرك، كانت فيها العماله، كانوا فيها الناس ديال الجامعه والناس ديال الدرك الملكي، ودازت وتعينوا اماكن وقوف سيارات الاجره ودار بيفي يعني دار محضر ديال المحطات، وسينات اللجنه ووافقات، وكان فيها سعاده القائد وكان فيها سعاده الباشا ووافقات اللجنه على البلايك ديال المحطات. فاذا بينا كنتفاجئوا ان من 2021 الى يومنا هذا احنا على مشارف نهايه 2023 ومقبلين على سنه جديده 2024 وباقي ما تحطوش البلايك، فهذا راه عيب وعار.
هذه من جهه الاخوان. فاحنا كمهنيين هنا ما كنناشدوش رئيس المجلس الجماعي بتاتا، حنا كنناشدوا السيد العامل ممثل صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله السده العاليه بالله انه يتدخل في الحديث ويشوف هذا الطريق مولاي تهامي راها كارثيه بشتى المقاييس، بمعنى المقاييس. وفي النهايه لا ننسى الاخوان ان يعني أصالة عن نفسي ونيابة على جميع أعضاء ومنخرطين المكتب المحلي ولاد عزوز إقليم النواصر، لا ننسى أن نجدد التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة السده العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله بالذكرى الذي خلدها المغاربة كافة عبر ربوع المملكة، ذكرى 46 للمسيرة الخضراء عفوا ذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة. فلنا لنا خالصة صدق التماني لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأيده، ونتمنى له من الله العلي القدير أن يعيد عليه هذه المناسبة السعيدة بموفور الصحة والعافية، وكذلك على بلدنا الحبيب بالرخاء والازدهار والهناء والاستقرار، وتحية نضالية للجميع. الاسم سعيد برجان، نائب كاتب محلي ونائب كاتب جهوي جهه الدار البيضاء السطات، المنضوي تحت اللواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. الرساله ديالي للناس المسؤولين انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم، لاننا في هذه البلاد الكريمه برئاسه سيدنا الله ينصرو، حنا كلنا مواطنين وسيدنا الله ينصرو فاش يقول الشعبيه العزيز نحن كلنا شعب سيدنا الله ينصرو، كلنا ابناء هذا الوطن، وخصها تكون عندنا غيره على هذا الوطن الكريم والوطن الحبيب اللي غنبغينا نزيدوا به لقدام، وما بغيناش ايادي تلطخ لينا، ايادي يعني اجنبيه تلطخ لينا بلادنا بواحد الكلام او بواحد السمعه اللي هي ما فيناش. حنا كلنا تنضامنوا، كلنا متضامنين. كما تتعرفوا مؤخرا كاين الزلزال ديال الريف، يعني هذا الزلزال هذا شفنا الحقيقه ديال المغاربه، رغم ان كاين صعوبات باش يطبقوا هذه الحقيقه، ولكن شفنا الحمد لله. حنا شعب متضامن وشعب سلمي تحت رئاسه سيدنا الله ينصرو، تنتمناو التوفيق لاي واحد باغي يخدم بجديه انه يتعين في واحد المنصب ويخدم بجديه. اما الناس اللي تتستغل السلطه ديالها فكافه. اليوم سيدنا الله ينصرو تيقول لك اما ان نكون او لا نكون. يجب المحاسبه، خاصنا المحاسبه في هذه البلاد، لان صراحه وصل السيل الزوبه، المواطنين كلهم اللي سولتيه غيجبد لك موضوع، كاين اللي غتسولو غيجبد لك المازور، كاين اللي غتسولو غيجبد لك التعليم، كاين اللي غتسولو يجبد لك الصحه، كاين اللي غتسولو غيجبد لك الغلاء ديال المواد الغذائيه، كاين اللي غتسولو غيجبد لك السكن، كاين اللي غتسولو غيقول يجبد لك التغطيه الصحيه. كلنا تنعانيو، ولكن الحمد لله بالتضامن ديالنا. طريق مولاي التهامي اخي كما سبق لي وذكرت، طريق مولاي التهامي خصها تصيب بالقانون. حنا ما تنقولوش شي واحد جبد من جيبك او بيع بلاد او دير فعل باش تصيب، هذه الطريق محطوطه في الميزانيه ديال الصندوق ديال البلاد، تتهز من صندوق الميزانيه وتتصيب في المناطق المغربيه كامله. الحمد لله تتخرج الميزانيه تتصيب الطريق. هذا السيد هذا الخطا اللي ما بغاش يوعى به، علاش اسيدي ما بغاش تصيب؟ واش غتصيب من جيبك من المالك الخاص؟ ما غتصيبش من المالك الخاص، غادي دير واحد التقرير ديالك وغادي تدفعوا العماله، غيخرجوا لك المسائل، غتخرج غتصيب الطريق. سالينا يعني ما كاينش شي حاجه غتجبدها من جيبك، علاش تحاول انك دير العصا في الرويضه؟ هذا ماشي منطقي. اي واحد بغى يطبق علينا الشطط راه حنا ما غنسكتوش ليه، وبكل ما اوتينا من قوه وتحت رئاسه سيدنا الله ينصرو. تحيه للاخوان الصحفيين. اسم الصيفه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.